اسمع كلام أهلك. اسمع كلام أهلك مهما كبرت، لأن في الغالب رؤيتهم هي اللي بتكون صح وإنت اللي بتكون غلطان. في الغالب الأهل بيشوفوا الأمور بشكل أوضح وأحسن منك بكتير، بيشوفوا الأمور بناءً على تجارب وخبرات ومواقف في الحياة عاشوها تفوق خبرتك إنت وتجاربك بسنين كتير. غالباً الأهل بيكونوا على حق، وكتير مننا بيعرفوا الحقيقة دي، بس بيكون متأخر قوي، بيكون بعد فوات الأوان. اسمع كلام أهلك حتى لو شايف إنهم بيبالغوا، حتى لو حاسس إنهم مش فاهمينك، حتى لو شايف الدنيا بنظرة غير اللي هم شايفين بيها. الغريب إننا وإحنا صغيرين بنفتكر إن عقلنا أكبر من نصايحهم، بس لما بنكبر بنعرف إن نص نصايحهم كانت إنقاذ، ونصها التاني كانت رحمة من حاجات ما كناش هنستحملها. اوعى تفتكر إن نصايحهم تحكم، دي نصيحة بدافع الحب وحرص إنك ما تقعش في الغلط اللي هم شايفينه. اسمع كلام أهلك، لأن أكتر جملة هتوجعك لما تكبر: يا ريتني كنت سمعت كلامهم.